السلام عليكم، ازيكم يا ارق واحلى اخوات في الدنيا كلها. انتي لو زهقتي من الفطار التقليدي وعايزه حاجه سهله للفطار، جايبالك الوصفه دي فطيره مش هتاخد منك وقت خالص، من غير عجن، من غير تخمير، من غير فرن، من غير جبن، من غير جلاش كمان. يعني مش هنعملها بالجلاش. الفطيره دي سهله ومقاديرها موجوده عندك في البيت، مش هتاخد منك وقت ازيد من 20 دقيقه بالظبط. لا، وخفيفه، ممكن مش للفطار بس، لا ممكن العشاء كمان، وهيحبها الكبار قبل الصغيرين كمان. تعالى اقولك المقادير والطريقه بالظبط، بس قبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. معايا بطاطسيتين هقشرهم بالمقشره. انا الوصفه دي سميتها فطيره الاتنين في اتنين، عشان كل حاجه بتستعمليها اتنين اتنين. انا كده عملت قشرت البطاطس وهبشرها بالمبشره العاديه جدا اللي بتاعه البصل العادي. هبشرهم. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي منى ودي قناتي طبليت وحصيره الست منى. ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك لو مش مشتركه في القناه، وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وكل وصفه انا بعملها. كده انا خلصت. هاخدهم اشطفهم كويس جدا واحط لهم ميه واحط لهم معلقه ملح واسيبهم نص ساعه. انا عايزه بس النشا اللي فيهم ينزل كله، واقلبها كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هغسلها كويس تاني واصفيها بالمصفى. وقبل ما تتصفى معايا بصلتين هقطعهم جوليان رفيع جدا. انا كده خلصت البصلتين. لو معاكي قرن فلفل قطعيه، اما حابه تحطي فلفل الوان، حابه ما تحطيش خالص، كل ده على حسب الرغبه. انا كده جبت البطاطس بتاعتي، هحط بيضتين. انا زي ما قلت لكم كل اتنين اتنين، يعني انا بطاطسيتين عليهم بيضتين عليهم معلقتين دقيق، هحط فلفل اسود، هحط ملح. انا ما بكترش التوابل، انت ممكن تحطي زعتر، ممكن تحطي ريحان زي ما تحبي، لكن انا بحب عليها الفلفل الاسود والملح بس. انا كده هقلبها. الطبق الصغير ما كفاش فحطيتها في طبق كبير، ولازم تقلبي كويس جدا لغايه ما المكونات كلها تمتزج كويس قوي معاكي. حاجه احط طاسه على النار، عليها شويه زيت صغيرين، معلقه سمنه بلدي، لو عندك زبده حطي، لو عندك سمنه حطي. انا حطيت هنا سمنه بلدي. وهتخلي السمنه لما تفك معاكي شويه وتقومي نازله بالبطاطس بتاعتك. هنزل عليها بالراحه واسويها كده على قد ما اقدر، افرطها في الطاسه بالمعلقه، اسويها كده بالمعلقه لغايه ما اعملها قرص كده في الطاسه. وكده لما احس ان الجناب ابتدت تاخد معايا لون، اقوم نازله عليها بالفلفل والبصل اللي انا مقطعاه، وافرطهم كده واغطيها واسيبها لمده 10 دقايق بس على نار هاديه. كده بعد ما استوت عدى ال10 دقايق، شايفين الجناب عملت ازاي؟ اقوم جايبه اقوم قلباها على الناحيه التانية. شايفين لونها حلو ازاي؟ لا، ومقرمشه من بره، جميله بصراحه. ونفضل ندخل في الجناب كده، نساوي الجناب كده، وبعدين نغطيها ونسيبها لمدة 8 ل10 دقايق تاني. وكده بعد ما خلصت وقلبناها على السرفيس بتاعنا. شايفين لما احنا غطيناها اول مرة البصل استوى، لكن لما قلبناها من الناحية اللي فيها البصل والفلفل، شايفين مقرمشين ازاي؟ بصراحة طلعت خطيرة. انا عاملاها كده بسيطة وسهلة، بس انتي لو حابة تحطي عليها جبنة حطي، حبيتي تضيفي اي حشوة حطيها. وادي كده بعد ما خلصت البصل طالع تحفة، البصل مع البطاطس مع الزبدة بصراحة جميلة جمال. يلا مستنية ايه؟ قومي اعمليها وفرحي بيها ولادك بألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.